ياسر ابراهيم خدها منه. مغرب العز بين الامم. زيادة حمدي فتحي. لا تقلب الصفحة حتى تقرأ السطر الأخير. الرجاء الرياضي، الفريق اللي كنت ديما متردد انني ندير عليه فيديو احتراما للمشاعر الجماهير ديالو، ولكن للاسف تحتم عليا انني نحط التاريخ ديالهم كما هو ونوضح بزاف ديال المغالطات اللي الضحيه الاولى ديال هاد المغالطات هو الجمهور الرجاوي. الرجاء الرياضي ما عمرو كان فريق وطني 100% وما عنده حتى شي هدف من التأسيس ديالو من غير انه يكون منافس فقط. نبداو بالمؤسس ديالو اللي هو حجي بن أباجي، لحد الآن الأصول ديالو مازال ما معروفة. اللي معروف عليه هو أنه ماشي مغربي. سبق ووضح لينا أحد الأبناء ديالو بأنه جزائري فرنسي الأصل، ولكن الحفيد ديالو كيقول هضرة أخرى وكيقول أنه من أصول تركي. حنا سعداء باش نقتربوا من الراحل بن عباجي من خلال الابناء ديالو. الشروط الاساسيه هذا كان خاص باش الرئيس خصو يكون حامل جنسيه فرنسيه، والوالد كان ديك الساعه عنده جنسيه جزائريه وفي نفس الوقت كان فرنسي وكان عنده الوراق ديالو فرنسيين. بن عباجي هو دوريجين سي ان نون تورك باسكو حنا فوالا نو زونسيتر كاملين سي دي تورك مزيودين في تركيا ايطو. والاسم بن أباتشي كيعني بن هي جو سوي، أباتشي هي الارتيزانا. الفكرة ديال تأسيس الرجاء الرياضي جات من مجموعة من الأشخاص اللي قرروا باش أنهم يأسسوا النادي بالضبط في درب سلطان، المعقل الوهمي للرجاء الرياضي حاليا، بأنهم يجمعوا فرق حي درب سلطان واندماجهم باش يشكلوا لنا فريق واحد اللي هو الرجاء الرياضي. وهاد الفرق هي فتح البيضاء وفريق النصر في درب بوشنتوف. قرروا هاد الاشخاص انهم يجمعوا هاد الفرق ويخرجوا لنا نادي اللي الغايه ديالو هي المنافسه فقط. واتفقنا باش نديروا فرقه ديال الرجاء. الرجاء كيفاش كانت؟ الرجاء تتلقاها مجموعه منين؟ بوشنتوف، ضرب الشرفه، كراج علال، ضرب اليهودي، ضرب العفو. مجموعه جمعنا في القهوه ديال الجزائر. ديك الساعه كانوا الفرق الحره في 45 46 كانوا الفرق الحره ديال الدروبه. قلنا حنا اش غادي نبداو نتمردوا ناخذوا من كل فرقه ناخذوا منها واحد ونديروا الفرقه ديال الرجاء. حجي بن أباجي حجي مشينا عنده هو وخوه. خوه كان مترجمان ديال الكوميسيريه اللي كاين احد القصر. هذوك جوج الناس بن أباجي حجاج اول بريزيدون ديال الرجاء، اول بريزيدون ديال الرجاء جزائري. حتى لواحد النهار محمد بن الحسن التونسي اللي معروف بالاب جيكو غادي تجري عليه الوداد من التدريب ديالو. الاب جيكو ما غاديش يدوزها مرور الكرام، حس بانه تم التخلي عنه. هو يقصد الزاوي في مقهى بويا صالح وغادي يجتمع بن أباجي وغادي يتفق معاه باش يكون مدرب ديال القلعه الخضراء. وغادي يقول إدارة الوداد الجملة الشهيرة: سأنشئ فريقا يتقاسم هواء الدار البيضاء مع الوداد. فريق الرجاء الرياضي إلى يومنا هذا ما كاين حتى شي وثيقة رسمية كتثبت تاريخ تأسيس النادي، ولحد الآن وطنية الرجاء مازال مجهولة وما كاين حتى شي وثيقة رسمية كتثبت بأن الفريق فريق بيضاوي مغربي. ندوزو لسنوات التسعينيات بعدما فريق الرجاء الرياضي لقاو صعوبة في التتويج بالألقاب، وبعد ما دوزوا 40 سنة بدون أي لقب، عكس الفرق الوطنية المغربية الكبيرة الأخرى مثل الوداد الرياضي والجيش الملكي المغربيين. فريق الرجاء الرياضي غادي يقرر يندمج مع فريق كبير في الدار البيضاء اللي هو الأولمبيك البيضاوي أو ما يسمى بجمعية الحليب. جمعية الحليب، الصغار لجمعية الحليب، من ثم بديت معاه جمعية الحليب، الصغار لجمعية الحليب، من ثم بديت معاه وبقيت مع الفريق تقريبا حتى ل 95. دخلت لهذا الملعب وانا عندي 13 عام، كنت جامع كرات في هذا الملعب. في واحد الوقت الحمد لله درجت في جميع الفئات. الان علاش تكذب؟ بعد الرجاء غادي تبدا تحقق الالقاب القاريه والمحليه وبداو كيوليو حتى هما من الفرق الكبرى، ولكن كيبقاو مجهولين الهويه. الرجاء الرياضي في سنه 2013 العام اللي كان مزوهر عند الرجاويين اللي وصلوا فيه لنهائي كاس العالم للانديه، ولكن بعدها غادي يخرج اللاعب اللي كان عميد ديال الرجاء الرياضي. ولك ان تتخيل انه يخرج عميد الرجاء بهذا الكلام؟ هادشي ماشي منطقي. هذا هو المشكل، بان كما قلتي سيدنا الله ينصرو
كيدعم الرياضه وهو الرياضي الاول في البلد الحمد لله. ولكن داك الشيء اللي كنشوفوا واللي كنسمعوها في الجرائد ولا في التلفزيون، اما في ارض الواقع ما كنشوفوش هذا الشيء اللي كنسمعوا حنايا، واخا بعاد على تبعدنا على الميدان. ولكن الحمد لله عندنا اصدقاء وعندنا ناس وعندنا لعابه اللي دازوا قبل منا اللي تينصحونا وتيقولوا لنا شنو كاين وشنو كاين. يعني داك الشيء صراحه بكل صراحه يعني مؤسف. كنتمنى ان شاء الله هذه الجامعه هذه اللي كاينه دابا واللي كنسمعوا عليها بصراحه كل خير وكل مصداقيه، نتمنى ان شاء الله تكون واحد كما كنقولوا كما بحال بغيت نقول واحد الكونترول، واحد مراقبه شامله بان اذا بقينا بحال هكا غنبقاو كما نكذبوا على راسنا وقطع لي نشد لك وما غيكون حتى شي حاجه. نتمنى ان شاء الله هاد الناس هادو يكونوا على حسن النيه ان شاء الله. والجامعه تجاهلت هادشي، فساد فريق الرجاء الرياضي وتلاعبه بالمباريات باش يحاول ينافس الغريم مازال ما سالاتش. وحتى في سنه نشر هذا الفيديو غادي تسرب مقطع صوتي خطير لاحد الحكام انه خدا 150 الف درهم باش يفوت ليهم الماتش ضد شباب المحمديه تحت استغراب رئيس شباب المحمديه هشام ايتم. لا شوف اللي درناه اليوم راه ما عمرو يندار كاع، راك شفت شحال من خطره قلعنا هذاك البيت بيلانتي قلعناه حسبنا البيت وفيه التوت، واحد بيلانتي في التالي ما لغينالوش عليه. الا شمتنا هاد المره راه ما عمرين نطلقهم والله هكذا. راني نقول لك راه اخر مره اللي درتو معاهم اليوم راه ما درتوش حتى المره اللي فاتت. هادشي اللي كنقول لكم راه غير داكشي اللي تكتشف والجامعه ساكته على هادشي. هذا السكوت فراه كيتعتبر تشجيع واضح على الفساد الكروي. ما هي الا ايامات قليله من انتشار المقطع الصوتي غادي يتم القبض على الرئيس السابق للنادي الرجاء الرياضي وهو عزيز البدراوي، وغادي يترأس الرجاء محمد بودريقه اللي هو الاخر ممنوع عليه يدخل ارض الوطن بتهمه النصب، انه اذا دخل غادي يتحاكم. 100 مليون هكا في صاك اوغ لا كونتابيليتي سون تراسابيليتي ني ريان. قال لي وانت سوقك اللي نعطيتها 300 مليون انت سوقك. قلت له سيدي لا انا راه ما نعطيش 300. انت منعش عقاري وعارف كومون سا سباس وداك الشيء، يعني داك الشيء في باباس ديال العقار راه ما يمكنش تعطيه واحد المبلغ مالي اللي هو كبير بلا ما تخلي الاثر ديالو. هذا اللي كان عطيته ليها. سي افيري كو باللي هذيك المبلغ راه افيكتيفمون ما خداتوش، ولكن كانوا موعدينها به من بعد، حيت بقات كتمشي عند النوطه من بعد كتقول لهم عطوني داك المبلغ اللي بقى عطوني، داك كيجريو عليها وما عطاوهاش ما كملوش ليها الفلوس ديالها. كيفاش بغيتي هذا الفريق يكون وطني وهو التاريخ ديالو بحال هكا؟ كيفاش بغيتي هذا الفريق يكون وطني وهو تاريخه بحال ما؟ عزيزي الرجاوي، هذا الفيديو ماشي الغايه منه الاستهزاء من الرجاء، هذا الفيديو وكانني فتحت ليك عين ثالثه لك كمشجع رجاوي، وانك تبدا تطالب بفريقك يبني تاريخ اللي تفتخر به الاجيال القادمه، لعلها تكون الخطوه الاولى باش تزيد الرجل لقدام. اما الانتقاد اللي كيكشف الحقيقه ديال النادي ديالكم هذا ماشي حل. نتلاقاو في فيديو جديد، تهلاو. كيحكي اي تيدر كما سمعتنا في البرنامج والعهده عليه. سمحوا لي هذا التاريخ نتكلموا بصراحه حتى تاع الاجيال. هذا كريم حجاج هذا مول هذا الكرام كان صديق حميم ديال عباس المسعدي. نعوذ بالله من الغدر ونعوذ بالله من الخيانه. كيثيق فيه واستدرجه لواحد الشق قفاس، وكان المهدي بركه وعصابته يعني مخبيه للرجل وقتلوه.